وأنتم تعلمون أن الحجاج كان من أصحاب الغلظة والشدة. وقوله لهم في خطبته الشهيرة: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق، إن الشيطان قد احتوشكم وصعد إلى الأسماخ والأمخاخ، فباض وعشش وفرخ، فحشاكم نفاقا وشقاقا، إلى آخر ما قال. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. وقال ما قال: إني رأيت رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. وقال قولا كبيرا وعظيما، ولم يكن هذا في خطبة جمعة، وإنما كان في خطبة ولايته على الكوفة، لما جاء ودخل لأول مرة، دخل إلى الكوفة لأول مرة. الناس استصغروه فصعد إلى المنبر وقال هذا الكلام الغليظ حتى يرجعهم إلى الجادة، فلعلهم يقصدون هذا. حتى أهل السير يقولون إن الحجاج مرض مرضا شديدا، فأشيع بين الناس أنه مات. فلما بلغته الإشاعة تحامل على نفسه وخرج إلى المسجد وأمر بأن يجمع له الناس، فجمع له الناس. فلما جمع له الناس قال لهم: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، إن الشيطان قد نفخ إبليس في مناخركم، فقلتم مات الحجاج. والله لا يسرني أنني لا أموت، والله لا يسرني أنني لا أموت، ولقد مات من هو خير مني، وإنني لأعلم أن ما بعد الموت يكون خيرا لي مما قبل الموت. وما أرجأ الله تعالى أحدا ومد في عمره إلا أهون خلقه، وهو إبليس عليه اللعنة. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم القيامة وموجود إبليس. قال: ما مد الله تعالى في عمر أحد إلا في هذا الذي مد في عمره. ولقد رأيت أن الرجل الصالح وهو سيدنا سليمان عليه السلام قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال: لقد وهبه الله ثم عاصف به الدهر وانقضى ملكه واضمحل وتلاشى وانقضى. فكان هذا المعنى دلالة على أن الرجل كان غليظا. وهذا الوصف الذي وصفه لأهل العراق، وهم أهل العلم والفقه وأهل البطولة والسيرة الحميدة وعلو الشان، وهم الذين احتضنوا بناء الحضارة الإسلامية فيهم. هذا ظلم كبير لأهل العراق. ما يجوز لرجل يركب على منبر مهما كانت بلاغته أن يصف هؤلاء بأنهم كذلك، وهم براء مما قال، هم بعيدون كل البعد عما قال الحجاج الذي قال فيهم ذلك، حتى أنهم تجرؤوا عليه مرة. قال: خطب الحجاج مرة وأطال، ولما طال به الوقوف وطالت خطبته قام له أحدهم يقول له: يا حجاج، إن الوقت لا ينتظرك، وإن الرب لا يعذرك. لا الوقت ينتظر ولا الرب يعذرك، لأن وقت الصلاة محدود، فأوجز. قال: فأمر به فحمل إلى السجن. أمر الحجاج من كان معه من حراسه أن يأخذوه إلى السجن، فأخذ إلى السجن. وجاءه قومه يتشفعون يقولون: إنه مجنون. قالوا: والله ما قال قولته هاته، ولا تجرأ على الأمير، ولا صعد في هذا المركب الصعب إلا لأنه مجنون في عقله. فقال لهم الحجاج: إن أقر بأنه مجنون أطلقت سراح. المهم يقول لي إنني مجنون وقد قلت هذا وأنا في الجنون، أطلق سراحا. فذهب له قومه قالوا له: والله أنت كلمة بسيطة قلها وأرح نفسك. قال: والله لا أقول بأن الله ابتلاني وقد عافاني.
أنا عاقل بعقلي أقول بأنني مجنون فأمر بي فقتل.